السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد هنعمل مع بعض بقى السينابون. طبعا الجو ابتدى يسقع فهو عايز الجو ده. بصراحة هو بيتاكل في الجو ده، ما يتاكلش في الحر ابدا. تمام. انا هعمل مقدار نص كيلو، انا دايما بعمل كيلو بس انا هعمل نص. معايا نص كيلو من الدقيق، وجبت بس الخميرة بتاعتي علشان اختبرها، لانها هي كانت بقالها عندي فترة شوية، فانا ما كنتش واثقة فيها قوي يعني. تمام. وهتشوفوا معايا هي اصلا طلعت فعلا بايظه، وطلعت الايه التانية، بس انا شفت الصلاحيه بصراحه فقلت اخد دي الاول لان كانت قربت تخلص، بس فعلا طلعت مش حلوه. فاهم حاجه ان احنا نجرب الخميره، نختبرها كده بمعلقتين سكر ونركنها على جنب. معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين كبار كده من اللبن البودر او 3 معالق، ونص معلقه من البيكنج باودر. تمام. او معلقه صغيره يعني، ورشه خفيفه من الملح. كده نص كيلو دقيق حطيت عليه لبن بودر، لو حبه مش حبه خلاص. وحطيت عليه المعلقه بيكنج باودر، وحطيت دلوقتي فانيليا، وهنزل بعدد 2 من البيض. تمام كده. والخميره على جنب زي ما قلنا. تمام. بصوا الخميره هنا انا مسكتها كده مش حساها، ولا سمعت كده حس، انا بسمع لها كده صوت، ما ارتحتلهاش بصراحه. فقلت لا، ورحت ركناها على جنب وعملت غيرها. تمام. فاهم حاجه، اهي الخميره دي على فكره حلوه جدا جدا يعني بصراحه. فاهم حاجه، حتى حطيتها على طول ما اختبرتهاش، لان انا كنت لسه جايباها بس قلت اخلص اللي عندي. تمام. وحطيت عليها بقى الايه المعلقتين السكر على طول. طبعا انا مسرعه الفيديو معاكم عشان الفيديو طويل شويه، فقلت ايه انجز معاكم وقت يعني. وهنا الميه دافيه مش سخنه. تمام. بس كده بالشكل ده. والزبده بتاعتي ركنتها على جنب بتاع معلقتين ونص كده او 3 معالق، وهنا معلقه خل. تمام. وهسيب العجان بتاعي يعجن كده بالشكل ده لحد لما تبقى عجينه طريه جميله. بصوا التحفه. يبقى عملنا ايه؟ نص كيلو من الدقيق، عليهم لبن البودر 3 معالق، معلقه صغيره بيكنج لبن بودر، قلنا 3 معالق لبن بودر، معلقه صغيره بيكنج بودر. تمام. 2 عدد بيض، فانيليا، رشه الملح، ومعايا الخميره طبعا، ومعاها معلقتين السكر ما تنسوهمش. وحطيت الميه بتاعتي وبعجن بيها بالشكل ده. فاضل لي ايه؟ فاضل لي الزبده بتاعتي، زبده سمنه اي حاجه. انا هنا بس مكسراها شويه لانها كانت متلجه. ادي العجينه بتاعتي اهي، اول ما ابتدت انها تلم بس كانت ملزقه كده. تمام. حطيت لها على طول معلقتين الزبده المليانين بتوعي. تمام. وبالشكل ده كده، وهعجن لحد لما تديني بقى عجينه ايه، ملمسها ناعم كده وما بتلزقش في الايد وجميله جدا. تمام. مش بتلزق بقى اللي هي مبهدله الدنيا، لا يعني تلزيقها كده خفيف قوي يعني، مش حاجه يعني لا تذكر زي ما انتم شايفين كده. تحسوها فيها مطة كده وطريان كده في نفس الوقت، بس مش التلزيق اللي بيبهدل الدنيا قوي. اهو بصوا. هلمها، بصوا عاملة ازاي العجينة. تمام. هحط بس رشة من الدقيق كده، وهلمها بقى واسيبها على جنب تخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو بصوا ايدي، يعني انا بس مسرعة شوية عشان طبعا زي ما بقول لكم كده ما اطولش عليكم. تمام. اهو. هسيبها بقى على جنب كده تخمر، ونعمل بقى صوص الجبنة العشق. تمام. معايا جبنة مثلثات، اي نوع جبنة انتي بتحبيه حطي 3 4 5 اللي عندك. انا كان عندي اخر 3 دول او 4 متهيألي حطيتهم. هنزل عليهم، مش عايزاها خالص، مش عايزة جبنة، مش لازم. تمام. هنزل عليهم بكوباية من اللبن البودر. انا عاملة في الكوبايات المعيارية عشان برضو ايه تبقى انتوا معايا، يعني اللي عنده كوبايات معيارية يبقى معايا. بصوا انا هنا كنت هحط صوبيا، يعني المفروض سكر بودر، كان عندي صوبيا كنت هحط صوبيا، فشميتها فخدت بالي بصراحة اول ما فتحت العلبة. هنزل برضو عليها معلقة كوباية من السكر البودر بالشكل ده كده. يبقى كوباية لبن بودر، كوباية سكر بودر، ومثلثات الجبنة اختياري، وكيس فانيليا. وهحط عليها برضو معلقة كده حلوة من الزبدة، ومعايا مية سخنة. تمام. بالشكل ده كده كوباية برضو. عايزة الصوص يبقى تقيل حطي نص كوباية، بس انا بحب الصوص يبقى خفيف. بحب يبقى خفيف واحط كتير. انا غمس كده وانا باكل، لكن ما بيبقى تقيل دي بيخنقني بصراحة.
هنا انا كنت فاكره ان انا مش عندي كريم جانتيه خام. حطيت هنا بحط الزبده بتاعتي. تمام. كريم جانتيه خام اختياري براحتك، عايزه تحطي كريم جانتيه حطي، مش عايزه ما تحطيش، هو اختياري. تمام. بس كده هنروح نضربه بقى في الخلاط ونرجع معانا احلى صوص جبنه. انا بعشقه بجد، تحفه تحفه يعني، انا بحبه جدا وبحبه يكون خفيف مش تقيل. فانتي لو عايزه يبقى تقيل معاكي شويه قللي الكوبايه اللي احنا حطيناها وحطي نص. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الحشوة بتاعة السينابون. معايا هنا كاكاو، هحط معلقتين كده حلوين من الكاكاو. تمام. ومعايا سكر بودر، لو عايزه تحطي سكر حبيبات حطي، بس انا يعني بقول سكر بودر احسن، انه لما بيجي يتحشي كده من جوه ما بيتحرقش غير السكر التاني. السكر العادي الحبيبات ساعات بينشف يعني، انواع السكر تختلف برضو، فساعات بيبقى منشف كده وبيبقى مش حلو. فافضل ان انت تحطي سكر بودر. عندك السكر الابيض الناعم شويه تمام، لكن السكر اللي هو بتاع التموين الخشن شويه ده مش هيبقى لطيف. ماشي. هنا حطيت طبعا قرفة بقى، انا بحب القرفة كتير، فزودت قرفة كتير يعني، ما حطيتش معلقتين، لا انا حطيت بتاع 4 كده ولا حاجة زي ما انتوا شايفين بحط قرفة كتير قوي. ماشي. هنقلب بقى كده كل ده مع بعضه كده. انا عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس كتيره جدا بتتفرج ومش مشتركين ولا بيحطوا اللايك حتى. يعني كل ده بيظهر عندي وبشوفه ناس كتيره مش مشتركه، وناس كتيرة ما بيحطوش اللايك حتى من المشتركين حتى كمان، يعني المشتركين او مش مشتركين مش عارفة اللايك ده بيضايقكم في ايه. يعني انا عملت وصفة مثلا عجبتكم انتوا اتفرجتوا عليها، طب ليه ما تحطوش اللايك وتشجعوني، تخلوني ان انا اعمل لكم وصفات تاني؟ فشجعوني كده، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس علشان يجيله اي حاجة انا بنزلها يجيله اشعار بيها، وتشجعوني بكومنت حلو، تشجعوني بلايك. لكن انتوا تتفرجوا وتطلعوا بره ولا لايك ولا كومنت ولا اي حاجه. طب شجعوني عشان اعمل انزل لكم كل يوم، يعني لو انتوا شجعتوني كل يوم هنزل وصفه. لكن انا ممكن بريح يوم، ساعات بيجي عليا وقت كده بقفل من القناه خالص وما باجيش ناحيتها خالص، فشجعوني كده. تمام. آه. عملنا ايه تاني؟ خلاص احنا عملنا الحشوه بتاعتنا كده، خلاص مفيش غير ان العجينه بتاعتنا ايه، هنفردها بقى ونشوف هنعمل فيها ايه. تمام. ماشي. العجينة بقى بتاعتنا الجميلة اللي ريحتها تحفة دي خمرت وبقت زي الفل معايا اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نمسح الرخامة بتاعتنا وننضف الدنيا وننزل العجينة بتاعتنا ونعملها بقى ايه مستطيلة كده عشان تبقى سهلة معانا في الفرد. عايزين تعملوها شرايح طويلة وتتلفوا انتوا بايديكم مفيش مشكلة، بس انا بحبها تبقى حتة على بعضها كلها كده وانا اللي بقطع. هفرد بقى كده وتبقى حتة مستطيلة. تمام. عجينة ما شاء الله طرية جدا وجميلة جدا وملمسها حلو قوي قوي. على فكرة انا من عشاق العجين، يعني بحب اعمل الحاجة المعجنات قوي 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 يعني. هنا بقى فردت العجينة بالشكل ده كده، شكل مستطيل كده. هنزل معايا بقى بالزبدة، بس انا كنت مسيحاها على جنب فايه، فقلت اسحب منها كده على طول وهنزل معايا اهي بيها. تمام. اهو. وننزل بقى بالحشوة الجميلة بتاعتنا. انا بحب الحشوة كتير، فانتي مش حابه الكميه دي كلها وبتحبيها قليله مفيش مشكله. وانا ما كانش عندي نسكويك، انا بحط لها برضو نسكويك على فكره، بس ما كانش عندي فقلت مش مشكله مش هوقف الوصفه، يعني عايزه اكل سنه بصراحه، فقلت عادي مش مشكله نعملها من غير نسكويك عادي. في ناس ما بتحبش القرفه على فكره، ممكن تشيلي القرفه خالص وتحطي نسكويك عادي، نسكويك مع الكاكاو مع السكر البودر وتشيلي القرفه خالص، بس هو اساسه القرفه يعني. بس عادي في ناس ملهاش في ريحه القرفه حتى، فما تحطيهاش وحطي نسكويك مع الكاكاو هيبقى زي الفل وجميل جدا. تمام. هنلف بقى زي ما انتوا شايفين كده، واحنا بنلف نقرص شوية على اللفة، ما تسيبوهاش مهوية يعني، ما تسيبوش الرول واسع، لا اقرصي بايدك عليه كده علشان ما يفرش معاكي في الصينية ويبقى ليه اشكال معوجة كده، لا ابرمي عليه كويس علشان يبقى معاكي مظبوط.
جيت هنا بقى ورحت واقفة وقلت امسح الرخامة الاول واغسل ايدي علشان العجينة من بره ما تتلحوسي ويبقى الشكل بتاعها مش حلو. انا بحب العجينة بتاعتي تبقى من بره نضيفة. بصوا هنا بقول لكم انا يعني ايدي نضيفة، غسلتها مسحت الرخامة عشان اقفل وايدي ما توسخش العجين من بره زي ما انتم شايفين كده. بحب الحاجة بتاعتي تكون مظبوطة. تمام. اهو بالشكل ده كده. انا ما بحبش بقى ايه اقطع بسكينة، انا بحب اقطع بحبل كده، بخيط، باي حاجة، خيط يعني، حبل ايه، بخيط. اقطع كده وايه واقرص عكس عكاس، كلكم عارفين يعني، ارفع الرول واقطع وايه واحط في الصينية بتاعتي. تمام. اهو بالشكل ده كده. وانا عاملاها يعني مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، حجمها وسط. وهتلاقوا فيه برضو معايا بيطلع صغير كده، هتشوفوا معايا واحدة واحدة. وما شاء الله نص كيلو رمى معايا برضو شوية حلوين. انا على طول بعمل كيلو على فكرة، حتى لو مش هناكله كله مرة واحدة، اول ما بيطلع من الفرن ويهدى بحطه في الكيس بتاعه وبشيله في الفريزر، ما بيحصلوش اي حاجة خالص. وقت ما يجينا مزاج ليه تاني بطلعه يهدى، او احطه في الميكرويف لو مستعجلة يعني، وياخد لفة كده وبيبقى زي الفل. ادي اهو. اول ما طلع بقى بعد ما قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ممكن ان احنا نسيب الطرف بتاعه مفتوح ونتك عليه شوية، وممكن تسحبي الطرف بتاعه لتحت زي ما انا ما عاملة كده عندكم. هسيبه بقى يخمر لوحده كده على جنب بفوطين كده عشان الجو برضو سقع شوية. فاسيبه بقى يخمر براحته، ونرجع بقى بعد ما خمر نشوف بقى عامل ازاي. تضاعف حجمه، شكله بقى جميل جدا على فكرة. انا بعشق شكله يعني، بحب شكله كده. بس بصوا المكعبره اللي هناك ديت اللي هي اول واحده، اللي هي بيبقى ليها بوز كده، واول واحده ما رضيتش اقطع البوز بقى، قلت مش هرميه يعني، فرحت عاملاها كده وكعبرت شويه. مش مشكله، بس طبعا اتاكلت. وادي بصوا كله سوا واحد، وكله تحسوه مرسوم، ما تحسوهوش ان هو، بصوا طلع من الفرن ولا اي حاجه، ولا واحده فرشت على واحده، ولا واحده نامت على واحده، ولا سندت عليها، ولا الكلام ده. كله كأنه حته واحده. بصوا المنظر فظيع فظيع فظيع. انا طبعا لما بياخد لون من تحت وخلاص تمام، انا بولع عليه الشوايه شويه. هو المفروض ما نولعش الشوايه، بس انا بولع الشوايه ياخد لون كده من فوق، ما احبوش يبقى ابيض كده. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تحفه. ريحته رهيبه بجد، ريحته فظيعه جدا. القرفه، انا بعشق القرفه. انا بحب احط القرفه على فكره على اي حاجه، حتى لو عصج لحمه بحب اديها رشه. المحشي اديله رشه. طبعا الرز بسمتي يعشق القرفه، عارفه كده، بحب القرفه جدا. فهنزل بقى عليها بالصوص بتاعي بالشكل ده. هو لسه سخن كده شويه، فيتاكل بقى مع الصوص كده، تغمسيه في الصوص. تحفه تحفه بجد، فظيع. عندي الصوص الكراميل جاهز. قلت بصراحة مش هعمل يعني، انا كنت ممكن اعمله معاكم بس انا عملته قبل كده، فقلت مش لازم. وعندي صوص شوكولاتة جاهز، فكل حاجة تمام. جه المرحلة بقى ان احنا هندوق يعني، خلاص كده. انتوا عارفين ان انا بحب ادوق معاكم بصراحة، عشان هنا كنت هاخد الكبيرة شوية، قلت لا اخد الصغيرة عشان ما كنتش قادرة بصراحة، كنتش عايزة اكل حاجة، بس قلت ايه هدوق برضو معاكم. بحب ازود بقى انا الصوص ده قوي، وبحبه يبقى خفيف كده عشان اعرف ما اجزعش منه، لانه بيجزع كده بيبقى تقيل كده، بيبقى صعب شوية. تمام. بصوا بقى طريان ومنظر وكل حاجة جميلة وريحة وكل حاجة بصراحة. استاهل بقى عليها اللايك يعني، ما تتفرجوش وتمشوا، شجعوني كده بلايك حلو، عشان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هغير معاكم كده ايه في حاجات في المطبخ. فشجعوني كده علشان تشجعوني ان انا اصورها. هو بيبقى الموضوع صعب، بس شجعوني ان انا اصورها علشان يعني احس ان في تجديد كده معاكم وتدوني طاقة ايجابية كده. فشجعوني، حطوا لي لايك وتعليق حلو كده، وهستنى ان شاء الله كلامكم الجميل، واستنى اللايك بتاعكم. وجربوا السينابون ده هيعجبكم جدا جدا جدا. وان شاء الله لو عايزين اي حاجة قولولي وانا اعملها لكم. السلام عليكم، باي باي.